الاهتمام بالحمام الكبير والحمام طبعا الضعيف والحمام اللي بيضيع حقه في وسط الحمام الجامد الحمام الكبير. ازاي هنتعلم النهارده في الفيديو بتاع النهارده نهتم بالحمام دوت ونتعامل معاه ازاي علشان يطلع فرد كويس وفرد تكون صحته كويسة وفي نفس الوقت ما يضيعش حقه في وسط الحمام. بنصبح وبنمسي على حبايبنا متابعينا مشتركينا في كل مكان. مساء الفل او صباح الفل على اي وقت تشوفنا طبعا في القناة بتاعتنا المتواضعة دي. طبعا مجموعة حمام طبعا لاخواتنا وحبايبنا، بسم الله ما شاء الله 5 افراد اهمت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنتعلم في الفيديو بتاع النهارده هنتعامل مع الحمام ازاي. ويلا بينا بس كده نشرب كوباية الشاي بتاعتنا اللي احنا عاملينها، كوباية الشاي بتاعتنا، ونطلع طبعا مع الحمام ونشوف هنعمل ايه النهارده في الحلقة بتاعتنا الجميلة ديت مع الحمام بتاعنا طبعا واخواتنا. وبنرحب بكل مشتركينا ومتابعينا طبعا في كل مكان، الناس اللي بتتابعنا سواء جوه مصر او بره مصر، واخواتنا في المملكة العربية السعودية وفي مصر. اشربوا شاي يا رجاله، اللي موجود معانا يشرب شاي. طبعا اخواتنا في كل مكان، المملكة العربية السعودية، مصر الحبيبة، العراق، الجزائر، فلسطين، المغرب، كل الدول وكل اخواتنا وحبايبنا مربيين الطيور وحمامات الغية وعشاق الحمام طبعا، الناس اللي بتحب الطيور بصفة عامة. طبعا بقى نسمع كده مع بعض وندردش مع بعض نشوف احنا هنتعامل مع الحمام ده ازاي. هنوريكم مجموعة حمام ضعيفة، تمام، هي شبابيات، بس طبعا احنا سايبين الحمام مع بعضه. عندنا عشة بفضل الله فيها حمام، الحمام الجامد فيها بيجري ياكل طبعا، والحمام الضعيف ما بيلحقش ياكل. هتقول لي طيب احبسهم، طب لو ما فيش مكان هنعمل ايه؟ يعني لو ما فيش مكان وانت ما فيش عندك امكانيات انك تقطف الحمام لوحده في اي سلاكه او في اي حاجه من اللي احنا عاملينها اللي احنا قلنا عليها، تمام، زي دي كده، تمام اهو. طبعا دي الحمام اللي احنا ناقلينه الضعيف اللي بيضيع حقه في وسط الحمام. ازاي نهتم بقى بالحمام دوت؟ طبعا اغلبيتهم بفضل الله نوتي، يعني اغلبيتهم بفضل الله هيبقوا نوتي، تمام. ادي الحمام الضعيف اهوت، تمام، حمام اهو بسم الله ما شاء الله، حمام ماهوش تعبان ولا حاجه، الحمام ضعيف طبعا ان هو ما بيعرفش ياكل حلو في وسط الحمام، وفي نفس الوقت الحمام زي ما انتم شايفين عاوز طبعا اهتمام ورعايه طبعا. وفي نفس الوقت هتقول لي الكلفه، طبعا بنعلف بنظام والكلام اللي انتم عارفينه دوت، ومفيش واحد فينا اسمه ما بيعانيش من ارتفاع اسعار العلف والكلفه والكلام ده كله، تمام. طبعا احنا عندنا مجموعه زي دي كده، تمام، ادا كده 1 2 3 4 5 6 7، 2 4 6 7، تمام. طبعا هم مش واضحين قدامكم، هنوضحهم قدامكم دلوقتي فرد فرد باذن الله، وهنحطهم مع بعض في المكان اللي انتم شايفينه ده. بسم الله. طبعا احنا هنشيل دولت، تمام. يلا يا عم مازن معايا كده، هتخش من غدي من جوه، هيشيلهم، هيحبسهم في قلب قفص او في حاجه، تحبسهم في قلب قفص ولا اي حاجه عندي. طبعا احنا عاملين الفيديو عملي علشان تبقى كل حاجه على الطبيعه، تمام. نحبسهم مع بعض. طبعا دي العشه بتاعتنا، طبعا الحمام محبوس، حمام احنا حابسينه. دي العشه بتاعتنا يا جماعه. طبعا هنفتح الحمام برضو زي ما احنا متعودين في الفيديو بتاعنا اللي احنا بنعمله دايما لحبايبنا الناس اللي بتتابعنا، تمام. الاهتمام بالحمام الكبير والاهتمام بالحمام الضعيف اللي دايما ضايع حقه في وسط الغيه وفي وسط الحمام، تمام. طبعا احنا كده نسينا الشاي بتاعنا، نشرب بس الشاي عشان الشاي كده هيبرد، تمام. عندك قفص؟ عندك قفص؟ طيب مش هنقطع الفيديو ولا حاجه، احنا مش هنقطع الفيديو ولا حاجه. انت شلت النتايه اللي كانت هنا؟ حطيتها. ماشي تمام. عندك قفص بقى ايه حطهم فيه؟ يعني نفتح اللي هناك دول نطيرهم، نفتح عليهم نطيرهم، ماشي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، اللهم صل على النبي.
عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حمام اهو يا جماعه. تمام. ازاي نهتم بالحمام ونرعى الحمام رعايه صحيه ورعايه طبعا ما تكلفناش حاجه بفضل الله، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبين لك ايه الحاجات اللي بتاثر على الحمام وبتضعف الحمام برضه. ان انت لما يكون عندك حمام ضعيف مش عيب ان انت تشيل الحمام الضعيف تحطه في مكان لوحده، تحطه في مكان لوحده. مفيش عندك مكان حاول تعمل لك اي سلاكه او اي حاجه بحيث ان انت تمام. كل حاجه على الطبيعه اهوت. طبعا الحمام ده احنا هنحبسه دلوقتي في مكان لوحده. مش هتعرف تجيبه انت كده، تستنى. الشاي لسه ما شربناهوش، الشاي لسه ما شربناهوش. اقفل بقى عندك بقى كده خلاص. ماشي. نحاول برضو ان احنا نوري الحمام وهننشي الحمام برضه وهنسيبه يتنشي براحته، مش هنجري وراه ولا حاجه. بتسيب الحمام براحته. تمام. خلاص قفلت كده، نطلع. ماشي. بسم الله. يلا كده مع بعض نسمي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا فرد اهوت. تمام. تمام. ده فرد ضعيف اهوت. تمام. دي نتاية، دي غالبا نتاية. يعني احنا بقى الضعيف نسيبه يموت؟ لا. الضعيف، الحمام الضعيف لازم نهتم بيه، لازم نهتم بيه علشان تبقى صحته حلوة وفي نفس الوقت ياكل ويشرب ويبقى تمام التمام. ده واحد. بسم الله. مع بعض كده. دي السلاكة اللي احنا كنا عاملينها واخترعناها. سلاكة بسيطة طبعا بإقفاص وبحاجات بسيطة علشان الناس اللي بتقعد تصعب الأمور على بعضها. وطبعا الفيديو ده لاخواتنا المبتدئين واخواتنا طبعا. ده فرد تاني. خلاص لا سيبه سيبه. بسم الله ما شاء الله. طبعا الحمام ده متبهدل زي ما انتم شايفين كده، حمام ضعيف مش هنسيبه يموت بقى، لازم نهتم بيه. عايزك تعمل كده، عاوزك تعمل كده. 2. طبعا بقى مع بعض كده مش هنقطع من الفيديو حاجه علشان تشوف كل حاجه على الطبيعه، تشوف كل حاجه على الطبيعه. الهدف من الفيديو ان احنا نعلمك لا سيبها نعلمك ونقول لك احنا بنعمل ايه وفي نفس الوقت تشوف كل حاجه. ده فرد بلاك اهوت. تمام. بسم الله ما شاء الله. ده فرد بلاك اهوت. نسيبه بقى مثلا ونقول لا مش هينفع؟ لا هينفع، هينفع ويبقى 100 شبابيات يا جماعه، كل ده شبابيات. يلا بقى نهتم بالحمام بتاعنا. واول ما تشوف الفيديو بتاعنا ده طبعا ما تبخلش علينا باللايك الحلو كده، وبلاش بخل بقى، اللايك الحلو. ولو انت ما انتش مشترك في القناه طبعا بنتشرف بيك بالاشتراك طبعا في القناه بتاعتنا المتواضعه كده 3 اهوت. خليك معايا كده واحده واحده علشان الفيديو ده مميز جدا ومهم جدا لكل غاوي حمام ولكل عاشق حمام طبعا وغاوي حابب ان هو يتعلم حاجه صح. اي طير عندك في الغي، اي طير عندك في الغي، زاجل بلدي، اي نوع حمام انت بتربيه، غزار، ابلة، اي حمام ضعيف شيله لوحده. اي حمام ضعيف احنا بنقول لك حمام ضعيف مش حمام تعبان. حمام التعبان برضو احنا بنشيله لوحده وكل حاجه، بس الحمام الضعيف برضو نهتم بيه اكتر علشان دهوت. ده كده الحمام ده انا قلت افرز الحمام بتاعي النهارده، قلت افرز الحمام بتاعنا النهارده. خلي بالك انت بس من الحمام التاني ده اهو عشان في حمام مطرش، خلي بالك عشان في حمام مطرش. هنا كده 4. لا 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 خلي بالك بس منها كده من بعيد لبعيد كده، اقعد بس كده عشان الحمام في حمام طبعا لسه بادئين نسيبه كده على السطح بادئين نسيب الحمام اهوت. في حمام مطرش خالص برضه مبسطرينه وسايبينه مع الحمام اهو.
تمام. النهارده نهتم بالحمام، وفتحنا على الحمام، ويلا نشرب شاي. كوبايه الشاي كده خلاص. ده كده 4. الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 4 مجموعة نوتي اهيت، وبنقول مفيش نوتي. مجموعة نوتي وزيادات. مجموعة نوتي وزيادات. قلت افرز النهارده، قلت تفرز الحمام بتاع النهارده، اشوف النوتي، اشوف الذكوره. نقول عندنا ذكوره كتير برضو، موجود زيادات ذكوره بفضل الله. ادي اهو، عايزك بس تشوف بنفسك وتتفرج. الناس اللي بتتابعنا الناس اللي بتقول ان احنا بنتكلم كتير، لا، عاوز تتعلم هتتعلم. تسمع الفيديو من البدايه للنهايه هتتعلم. مش عاجبك الفيديو اطلع منه وما تتفرجش على حاجه. في غيرك عاوز يتعلم، في ناس محترمه بتتابعنا في كل مكان، موجودين معانا في القناه بتاعتنا، سواء من جوه مصر ومن بره مصر. ده حمامنا يا جماعه بفضل الله، من سلالات قويه، حمام زاجل اصيل اهو. ادي انتايه برضو طيره اهيت، تتاقل بالذهب، تتاقل بالذهب. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تتاقل بالذهب. شوف واتفرج. انا اللي عارف اصول الحمام دي، انا اللي عارف اصول الحمام دي، مش انت اللي هتقول لي ان انا اقول ايه وما اتكلمش اقول ايه. تمام. الرساله دي موجهه لواحد حاقد، واحد يعني ربنا يسامحه ويريحنا منه طبعا. تمام. يقول لك عاوزني اكذب عليك بقى واضرب لك تأصيلة. ماشي، لو عاوزني اكذب عليك واضرب لك تأصيلة ماشي، مفيش مشكله، بس انا ما بحبش كده. خد دي، خد دي يا مازن. انا ما بحبش كده، انا ما بحبش اللف والدوران. الناس اللي بتسأل على ورق للحمام الزاجل، ما بشتغلش في الورق. انا ما بشتغلش في الورق. لو عاوز ورق اعمل لك مليون ورقه، ورساله قويه لكل غاوي حمام. طبعا عارف الكلام اللي انا بقوله ده، حمام الزاجل اصل، اصول. مش هقول لك ان ما بلوش اصول ولا الكلام ده كله، لا، اصول وتركيبات وكل حاجه فوق ما تتخيل، وجسم وصحه وكل حاجه، كل حاجه موجوده بفضل الله. حابب ان احنا نضرب ورق والكلام ده مش سكتنا. الناس اللي شغاله في الورق والناس اللي بتقعد تقول حمام احفاد واحفاد واحفاد واجيال، والحمام بيطير من على السطح ما بيرجعش طبعا. والرساله دي موجهه طبعا لغوات الحمام طبعا المحترمين، واللي مش محترمين يبعدوا بعيد عننا طبعا بمشاكلهم، بوجع دماغهم، بالكلام ده كله. تمام. احنا معانا ناس محترمه في القناه، ناس بتتابعنا، ناس عاوزه تهتم بالحمام، بصحه فرد الحمام، نهتم بالحمام الضعيف. والفيديو بتاعنا علشان ان احنا نهتم بالحمام الضعيف، وفي نفس الوقت نخلي الحمام بتاعنا كويس، صحته حلوه. ده كده معانا اهو، ده 1 2 3 4، ده كده 5 بفضل الله، بفضل الله. ده كده 6. سلالات المسافات الطويله، سلالات الحمام الزاجل للمسافات الطويله، وازاي نهتم بالحمام ونراعي الحمام. انا اللي بصور بنفسي يا جماعه. تمام. عشان بس ماسك فرد الحمام كده اهو. ادي اهو، ده 6 ورقم 6 بفضل الله، رقم 6 بفضل الله وكرمه علينا. عايزك بس تتفرج على العينين، تتفرج على عينين البكمه والعينين الزيتي وكل العيون للحمام الزاجل ومواصفات الحمام الزاجل، وازاي نهتم بالحمام الزاجل وازاي نهتم بالحمام الضعيف. ومش معنى كده ان الحمام الضعيف عندنا ان احنا نسيبه يموت، لا، نهتم بيه. هنجيبه في قفص زي ده، وفي نفس الوقت نجيبه في قفص زي ده، وفي نفس الوقت نحطه في عين زي دي كده. حمام مفيش بيه اي حاجه، حمام مفيش بيه اي حاجه، حمام متأهمل فيه، حمام متأهمل فيه طبعا، مش واخد حقه في الاكل، وطالع من فتره قلش، عاوز رعايه وعاوز اهتمام وعاوز حاجات كتير. فاحنا بقى نحبس في قفص. هدف من الفيديو حمام الضعيف تجيبه في قلب سلاكه، تحطه هنا في سلاكه زي دي، في قفص عندك، في عش، في بلكونه، في اي مكان، في سلاكه، في مربعيه، في اي حاجه انت بتربي فيها، وتعزله لوحده، وفي نفس الوقت تاكله وتشربه، تخلي مزاجه حلو، خلي مزاجه حلو. اهتمام بالحمام
الكبير والحمام الضعيف، وازاي نخلي صحة فرد الحمام الضعيف قوية بالرعاية، بالأكل، بالشرب. تعزل الحمام لوحده لحد ما يسترد صحته ويبقى قوي، وفي نفس الوقت ترجع تسيبه مع الحمام. عندك العلف غالي، مقصر في العلف، كلنا مقصرين في الكلفة. مش هقول لك لا ان احنا مش مقصرين في الكلفة ولا الكلام ده كله، يبقى بضحك عليك. كلنا مقصرين في الكلفة في الايام دي، مقصرين في الكلفة. بمعنى، هقول لك بمعنى ايه؟ بدل ما كنت بتعلف 2 كيلو او 3 كيلو، قعدت بتعلف كيلو ونص. كيلو العلف اللي كنت بتجيبه ب5 6 جنيه 7 جنيه، دلوقتي عاد ب 15 جنيه، ووصل ل 15 جنيه طبعا. وكلنا عارفين الكلام ده كله، كلنا عارفين الكلام ده كويس قوي قوي. الفرد ده اللي عاوز يطير اهو. طبعا الفيديو ده دايما انا بحب ان انا اعمله لكم، لان طبعا له متابعينه وله طبعا حبايبنا واخواتنا. طبعا نوريكم بقى رقم 7. تمام. اشرب شاي. تشرب شاي ولا مش هتشرب شاي؟ تنساش اللايك، اللي موجود معانا ما ينساش اللايك. يلا بقى عشان نوريكم الفرد الاخير، علشان نشوف هنعمل ايه. بسم الله. طبعا انا عزلتهم في قلب القفص ده. السلاكه اللي احنا عاملينها، والاختراع الجميل البسيط دوت. هتقول لي مش اختراع، هقول لك على قد ايدنا. في ناس مفيش امكانيات ان هي تشتري سلكات، قفصين هتعملهم زي ما احنا عملناهم كده، ومنزلين فيديو هنسيبه لكم برضه في قائمه التشغيل، وعلى الفيديوهات بتاعتنا بفضل الله هتلاقي كل حاجه، السقايه والسلاكه وكل حاجه، الحاجات البسيطه الجميله للناس اللي عاوزه تربي حمام والناس اللي عايزه تقتني حمام طبعا. تمام. ده فرد اهو، ده رقم 6. هتقول لي هو نفس الفرد؟ لا، يرجع معاك اهو، عشان ما تقولش احنا بنقطع من الفيديو ونعمل ان هو نفس الفرد وبتوريه لنا كذا مره، عشان في ناس ناصحه كتير بتحب تتنصح كتير. تمام. في ناس بتحب تتنصح كتير، المحترمين معروفين. طبعا في غوات حمام طبعا محترمين على راسنا من فوق، بنرحب بهم. والمشتركين الجداد طبعا بنرحب بهم، الناس اللي دخلوا القناه بتاعتنا المتواضعه. اصل في ناس بتبقى تحب تقعد تتفزلك في الكلام كده. معلش يا جماعه لو صوتهم غير ولا حاجه. تمام. في ناس بتحب تقعد تتفزلك في الكلام كده وتقول لك ايه، هو نفس الفرد، واللي بتقوله وتعيده واللي تعيده تزيده. لا يا عم، اسمع الفيديو من اوله لاخره وانت هتفهم لو انت عاوز تفهم. تمام يا فزلوك. ها، رقم 7 اهو، اللي شبه بعض، عشان ما حدش يقول لك ده احنا بنعيد ونزيد في نفس الحمام. واحد هيجي دلوقتي يقول لك يا عم شوف ده الحمام بتاعك، شوف عامل ازاي، الحمام بتاعك تعبان، الحمام بتاعك داخل له سالمونيلا، الحمام بتاعك داخل له مش عارف ايه. طبعا الكلام كتير والرغي كتير، واللي بيرغوا كتير ويهروا في الموضوع ده. حمام يا عم، ده الحمام شوف عامل ازاي، الحمام كاشش، الحمام بيموت، الحمام عندك مريض داخل له دور وانت ما انتش عارف. لا يا ايور، لا يا عم الامور اهو. انما الاهتمام بالحمام وصحة الحمام، والاهتمام بالحمام الضعيف، وازاي نراعي الحمام، وازاي نتعامل مع الحمام، وازاي ننشي الحمام، وازاي نطير الحمام، وازاي نسيب الحمام على بعضه، وازاي نلوف الحمام، وحاجات كتير كتير جدا في فيديوهاتنا وحبايبنا طبعا اللي بيتابعونا في كل مكان. طبعا احنا الوقت حطينا 6 افرد. كم؟ لا كده 7. 2 4 6 7 تفرد. تمام. 7 تفرد حمام بفضل الله، اغلبيتهم نوتي. موجود عندنا ذكورة زيادات. هنخلي الحمام الهدف من الفيديو ان احنا نهتم بصحة فرد الحمام ونتعامل مع الحمام ازاي، وقلنا في نفس الوقت نعمل فيديو معاه ان احنا نسيب الحمام على السطح وتشوف زي ما انت شايف كده. هنحاول بقدر الامكان ان احنا ننزل لكم مجموعة فيديوهات حلوة بناء على طلب مشتركينا ومتابعينا وقوة الحمام وعشاق الحمام في كل مكان. طبعا الفرد اهو، النتاية دي النتاية اللي احنا طبعا الحمام نسيبه براحته زي ما انتم شايفين كده، نسيبه براحته. كلام عن الحمام ما بيخلصش، كلام عن الحمام ما بيخلصش، كلام عن الحمام ما بيخلصش. طبعا عارفين الكلام ده كويس قوي. كلام عن الحمام يا جماعة ما بيخلصش. تمام. بس يا ريت نستفاد
ونتعلم من اللي احنا بنقوله، نستفاد ونتعلم من اللي احنا بنقوله. الحمام بتاعك لما يكون كده، لما يكون زي ما انت شايف كده، ما هو نوتيا نوتيا، نتخلص منها يعني؟ نسيبها كده؟ لا، ناكلها، نشربها، نهتم بيها شويه، نراعيها. في الفرد ده، اللهم صل على النبي، قرب منه شويه. يا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قافل على الحمام برضو بقالي 3-4 ايام، مرتين في الاسبوع كده. حلو، كنا منزلين فيديو قافلين على الحمام بقالنا اسبوع تقريبا، ونزلنا فيديو عن الكلام دوت، وفتحنا الحمام وطيرناه. النهارده بنهتم بالحمام. شايفين الفرد ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الفرد ده يا جماعه؟ يا ريت تكون الصوره واضحه. هنخلي دول بفضل الله زي اللي انتوا شايفينهم فوق دول. يعني احنا هنخلي دول، حمام ده، الحمام الضعيف ده اهو، الحمام اللي صحته، اللي احنا بنقول عليه صحته تعبانه، الحمام اللي ما بياكلش، الحمام اللي احنا بنقول مقصرين في حقه بسبب الاكل، ضايع حقه في وسط الحمام الكبير. هنخلي الحمام لوحده في سلكه لوحده، نهتم بيه لحد ما يسترد صحته ويبقى قوي، نديله كره، نلاقيهم لبعض، وفي نفس الوقت الحمام ينتج ويفرخ وانت تستفاد منه. عاوز تبيع منه ماشي، عاوز تدي لحد فرد حمام يكون كويس برضه ماشي، حد محتاج زيادات نوتي او دكوره برضه بفضل الله موجوده برضه ماشي. ما تبخلش على نفسك باي حاجه، وانت تعلم نفسك بنفسك، تعلم نفسك بنفسك. مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه مستحيله، ولا في اي حاجه هنقول لك ان هي يعني حرفه ولا صنعه ولا حاجه ولا الكلام ده كله. انت اللي بتصعب الامور على نفسك، انت اللي بتصعب الامور على نفسك. تمام. كبسه بقى للحمام ده. حمام اهو. في الحمام عايز ياكل رز، رز شعير طبعا. تهتم بصحة فرد الحمام، تتعامل مع الحمام زي ما احنا بنتعامل مع الحمام كده. مية تغيرها باستمرار، الكلفة تكون بنظام الصبح واخر النهار. استحمل شوية، العلف زاد والكلام ده كله. لو عندك عدد كبير من الحمام حاول تخف على قد ما تقدر، خف على قد ما تقدر من الحمام علشان تعرف التعلي في الحمام اللي موجود عندك. في ناس تقول لك الحمام يا عم بيعمل ايه؟ بالمناسبة الفرد الحمام ده بيعمل ايه اللي انت شايفه ده؟ فرد الحمام اللي انت شايفه ده صور لك على الطبيعة. فرد الحمام ده يا عم بيعمل ايه؟ فرد الحمام اللي انت شايفه ده بيحدق. فرد الحمام اللي انت شايفه ده بيحدق، بياكل الحاجة اللي هي ناقصاه. تمام. انت حابسه طبعا مش هيتوفر قدامه الكلام ده كله، تحط له تحديق، تحط له صدف، تحط له الحاجات دي كلها، تحاول انك تخلي الحاجات دي كلها متوفره. مش متوفره يبقى تسيب فرد الحمام بتاعك يطلع يسترزق بقى من بره ويطير ويجيب الحاجات اللي ناقصاه والكلام ده كله. ما ادينتكش قافل عليه وقافش على فرد الحمام بتاعك. حتى لو انت ما بطلتش سيبه في المكان كده، سيبه زي ما احنا سايبينه كده، سيبه زي ما احنا سايبينه كده. تمام. علشان فرد الحمام بتاعك ياكل، يحدق، يبقى صحته حلوه، تتعامل معاه، هينتج، هيطلع زغاليل، هتفرخ منه. انما انت هديناتك قافل عليه على طول، طبعا ده صعب شويه. في نفس الوقت مش هتلاقي ناتج، مش هتلاقي انتاج، ولا هتلاقي زغاليل، ولا هتلاقي حاجه، يبقى صعب عليك شويه. حاول بقى تهتم زي ما احنا بنقول لك كده بالحمام الضعيف. الحمام الضعيف تهتم بيه، تعمله في قفص، في سلاكه، الوجبه بتاعته تتحط له، تزود له وجبه انت مش مشكله، علشان صحه فرد الحمام يبقى كويس. فرد الحمام عندك لو متأهمل فيه هتشوفه زي ما انت شايف كده، تقول عليه ده تعبان، ده مريض، ده فيه امراض، ده فيه سالمونيلا. قول لي بقى واحد ده يقول لك ده فيه كنكر، يا عم ده الحمام ده مريض خالص، الكلام ده كله لا. حمام متأهمل فيه من قله الاكل، مش واخد حقه في الاكل، فانت لازما عشان ياخد حقه في الاكل تعمل زي ما احنا بنعمل كده في قفص، في سلاكه لوحده. وبكده فرد الحمام بتاعك هتبقى صحته حلوه، وفي نفس الوقت هتراعي فرد الحمام ويبقى عندك احلى حمام، ومش هتصرف كتير على الغيه بتاعتك. ورسالتي بقى والهدف من الفيديو ان انت لو عندك حمام زيادات ما بتستفادش منها، حاول بقدر الامكان انك تخلي الحمام اللي بينتج. الحمام اللي ما بينتجش او انت ما انتش عارف تلاقيه لبعضه، تاخد الحمام دوت
تبيعه او تديه لحد يعرف يفرخ منه واستفاد منه، وفي نفس الوقت يبقى انت استفدت وفدت غيرك، لان ممكن الحمام اللي انت منتجش عندك ده هو هينتج عند حد تاني وهيبقى كويس وهتبقى صحته حلوه، وفي نفس الوقت يبقى انت استفدت وغيرك استفاد. مفيش حاجه صعبه ولا في حاجه مستحيله في الغيه بتاعتنا، بس يا ريت نشغل دماغتنا شويه واحنا يبقى عندنا احلى حمام ويبقى عندنا كل حاجه بفضل الله. تعال فيديو لكل عشاق الحمام، عشاق الحمام الزاجل، عشاق الحمام في كل مكان، لكل غاوي حمام، لكل مربي طيور، سواء حمام زاجل حمام بلدي، اي نوع حمام انت بتربيه، اي حمامه تلاقي عندك ضعيفه واقفه ما بتاكلش الكلام ده كله، حاول انك تهتم به وتخلي الحمام الضعيف لوحده في مكان، او توفق له مكان او سلاكه او عين او كشافه زي اللي انت شايفها دي اللي احنا بندشر فيها الحمام ونعوده على المكان، برضه هنستفاد منها ونستغلها، وفي نفس الوقت نخلي الحمام فيها يسترد طبعا صحته ويبقى كويس وينتج. وهنوريكم طبعا فرخهم وهنلاقيهم على بعض وهنوريكم كل حاجه بفضل الله، وقريب جدا مجموعة فيديوهات جامدة لكل غوات الحمام وكل عشاق الحمام في كل مكان. طبعا الغية بتاعتنا بتعرفنا على الناس المحترمة، غوات الحمام في كل مكان، عشاق الحمام في كل مكان، نتشرف بالناس المحترمين اللي شرفونا في القناة طبعا الفترة اللي فاتت ديت، اخواتنا في كل مكان سواء جوه مصر او بره مصر، بنتشرف بكل غاوي حمام وكل عاشق حمام في الوطن العربي وفي اي مكان يشوف الفيديو بتاعنا. ما تنساش طبعا تشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفنا، تفعل لنا زر الجرس عشان يصلك كل جديد وحصري، وما تنساش الشير فضلا وليس امرا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ويا ريت تكون استفدت من الفيديو بتاعنا. وبرضه في الاول والاخر بنقول لك الهدف من الفيديو ان احنا بنوعيك وبنوصل لك المعلومه ببساطه، ولكل مربي طيور ان كل حاجه بسيطه، البساطه مفيش احسن منها، وفي نفس الوقت الطيور بتاعتك لازم تهتم بها وبصحتها علشان تنتج وتفرخ فرخ قوي وزغاليل قويه وحمامه تكون قويه وباقل التكاليف رغم ارتفاع الاسعار والكلام ده كله. احنا معاك من البدايه للنهايه، ولو محتاج ان احنا نعمل لك فيديو معين عن اي حاجه انا موجود معاك بفضل الله. واخوكم في الله بيرحب بالناس المحترمه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص عشان احنا كده طولنا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.